بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة مع بعض تشكيلة جميلة جدا من أنواع المحشي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معايا النهاردة محشي ورق العنب، ومعايا كمان محشي الكرنب، وعاملين عليه فرخة محمرة، ومعايا كمان طبق كبير معانا مشكل من محشي البتنجان والكوسة والفلفل. يعني هنعمل النهاردة مع بعض محاشي مشكلة. اللي حابة تشوف معايا أي وصفة منهم تابعي معايا الفيديو للآخر. ولو انتي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. فيديو النهاردة فيديو شامل لجميع أنواع المحشي بالطريقة المصرية في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن. هنبدأ مع بعض كده ونشوف دقية المحشي، دقية ورق العنب اللي قدامكم دي عملناها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بسم الله. معايا كده هنا ورق العنب زي ما انتوا شايفين كده. بنجيبه معانا الكمية حسب ما انتي حابة تجيبي. بنغسله كويس جدا عشان اي تراب ولا حاجة. بتنضفيه كويس مرة واتنين كده بالمية الجارية عشان التراب. عشان بتبقي جايباه من السوق كده متعرض لأتربة. بيبقى حجم الورقة معاكي تكون وسط كده، ولا تبقى صغيرة قوي ولا كبيرة. نبدأ بقى كده نجهز له المية عشان نسلقه ويستوي معانا، عشان نبدأ نجهز له الخلطة ونشوف مع بعض الخطوات كده. المية معاكي بتكون بتغلي، بتنزلي كده بالورق العنب وتبدأي تنزليه كده معاكي في المية، وتسيبيه لغاية ما تلاقي ان لونه بدأ يتغير. كل الورق اللي موجود معاكي لونه يتغير ويبدأ يصفر كده. فكده بيبقى دخل في التسوية. بس بتبدأي تقلبيه وما ينفعش انك تسيبيه ويتهري معاكي. قلبي بس كده الورق اللي مش طايل معاكي المية المغلية لغاية ما كل الورق معانا ياخد اللون كلهم زي بعض. كده خلاص بنطلع بقى كده وناخد معانا ورق العنب وننزل بيه معانا في مية تكون ساقعة زي ما انتوا شايفين كده. بنضيفه معانا في مية ساقعة كده. انا بس حبيت اوريكم الخطوات دي عشان الفيديو يبقى كامل. بداية من اول ما بتشتري ورق العنب لغاية ما غسلناه وسلقناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا الكمية كلها، ما حبيتش اطول عليكم. ونبدأ كده بقى نشوف معانا المكونات ومقادير الخلطة. خلطة محشي ورق العنب. معايا هنا المقادير كلها كده مرة واحدة قدامكم اهي عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. معايا هنا عصير طماطم، معايا الخضرة مشكلة 3 أنواع، معايا بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، معايا بهارات مكعب مرقة ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة وبابريكا ونعناع ناشف. من كل حاجة كده نص معلقة صغيرة. معانا ورق العنب اهو مسلوق، ومعانا الرز طبعا. معايا هنا نص كيلو من الرز على كمية مقدار ورق العنب يبقى كيلو. معايا هنا المقادير كلها كده كاملة زي ما وريتها لكم في الصورة. يلا بقى نسمي الله كده ونبدأ نجيب معانا كده حلة على النار. ننزل معانا كده بالزيت وننزل عليه على طول بالبصلاية المفرومة، مفرومة ناعم عشان بتدي معاكي طعم حلو جدا غير لما بتبقى قطع. المفرومة دي بتبقى موجودة معاكي البصلة في كل الخلطة. بنبدأ بقى كده ندبل معانا البصلة. مش عايزين لونها يتغير ولا حاجة. نقلبها كده باستمرار ونخلي بالنا عشان لونها ما يتغيرش خالص ولا تتحرق معانا. بعد ما بنقلب كده وتبدأ تدبل معانا هننزل بقى معانا دلوقتي بعصير الطماطم. معايا عصير طماطم يكون تقيل. نبدأ كده نسمي الله وننزل معانا بعصير الطماطم كده كويس جدا اللون ده. معايا عصير طماطم تقيل اهو زي ما انتوا شايفين وملاحظين. نبدأ كده نقلب كويس جدا ونسيب معانا الطماطم تتسبك. اهم حاجة الطماطم تكون متسبكة كويس جدا عشان نجهز معانا خلطة المحشي. ونسيبها كده شوية على النار تبدأ تغلي كده وتاخد التسبيكة الكويسة بتاعتها.
وبعدين هبدأ اتبلها. ننزل معانا بالبهارات اللي قلت لكم عليها في البداية: بابريكا ونعناع وفلفل اسود وملح وكزبرة ناشفة وكمون ومكعب مرقة. دي طبعا البهارات بتاعة المحشي. لو حابة تضيفي انتي بهارات محشي تشتريها مفيش مشكلة، لكن دي بهارات بسيطة جدا وبتطعم معاكي برضو طعم المحشي ويطلع معاكي ممتاز ان شاء الله. نبدأ بقى كده. بضيف معايا رشة كده من السكر عشان الطماطم، عشان تعادل الحموضة بتاعة الطماطم، وبتدي معاكي طعم حلو قوي في الخلطة وتخلي طعم المحشي بتاعك كده مسكر. كل اللي ياكل من ايدك المحشي يقولك المحشي عندك طعمه مسكر واحلى من اي مكان تاني. كده اتسبكت تمام. نزلنا معانا بمقدار الرز. مقدار الرز هنا لو حابة تضاعفي الكمية مش هتفرق خالص، حسب الكمية اللي انت شغالة بيها تضعفيها كلها قد بعضها. وبدأت نزلت على طول عليها بالخضرة. بنخلي الخضرة للآخر عشان ما تتبلش وريحتها كمان تبقى موجودة معانا في المحشي. بتدي ريحة حلوة جدا. وكده خلاص هنسيب الخلطة تهدى شوية. ونبدأ كده نجيب معانا بقى الحلة. دقية كده محشي ورق العنب. نجهزها بقى كده معانا. جايبة معايا بصل حلقات وطماطم حلقات عشان أبدأ أضيفهم معايا كده في قاع الحلة. بيدوا طعم حلو جدا للمحشي، وكمان بيدوا معانا شكل جميل لما بنبدأ نقلب معانا دقية المحشي. دقية ورق عنب جميلة جدا وعلى أصولها. نبدأ كده رصينا معانا الكمية كده ونبدأ بقى نسمي الله ونلف معانا ورق العنب. هبدأ أرص قدامكم كده زي ما انتوا شايفين كده ونلفها بالراحة. بنبدأ نجيب معانا الناحية الخشنة بتاعة ورق العنب بتبقى هي اللي فوق، والناحية الناعمة التانية بتبقى هي تحت. نبدأ كده نجيب الجنبين على بعض، نضيف كمية رز كده ونبدأ نقفل الجنبين ونلفها كده. كل حد وليه طريقة في لف ورق العنب. بس دي طريقة سهلة، كل واحد حسب ما بيحب ويستسهل الطريقة اللي متعود عليها. وفي الاخر هيطلع من ايدينا احلى دقية محشي ورق عنب. ونبدأ برضو اعمل معاكم واحدة كمان كده بنفس الطريقة. الورقة الخشنة الناحية الخشنة بتكون فوق، ونبدأ نقفل كده الجنبين على بعض ونلفها بنفس الطريقة. وناخد كده الرز كله كده وندخله على جوه ونضغط بايدينا زي ما انتوا شايفين كده. هخلص انا الكمية بقى كلها عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده كملتها كلها. عملنا احلى دقية ورق عنب بطريقة سهلة وبسيطة جدا في قناة اكلات مصرية مع ام عبد الرحمن. وقولي لي ايه رأيك في شكل دقية ورق العنب، ويا ترى بتعمليها كده بالطريقة البسيطة دي ولا ايه؟ نبدأ بقى كده. هوديها بقى على النار ونشوف التسوية. هجيب معايا كده الاول معايا كده طبق. هبدأ أضيف معايا مكعب من المرقة وانزل عليه كده بكبشة كبيرة من الشوربة، وابدأ أدوبه كده معايا الشوربة كده، وهدوب عليها مكعب مرقة كمان يزود معانا من طعم الأكلة. بنبدأ كده ننزل معانا على ورق العنب ونحرك معانا الحلة كده شوية. وبدأت ضفت مكعب من الزبدة عشان يبقى غني كده ويدي طعم حلو قوي بطعم الزبدة البلدي. غطيت عليه واستوى معايا وطلع معايا بالشكل ده. هبدأ اني اقلبها بقى معايا في طبق التقديم زي ما انتوا شايفين كده. قلبناها مع بعض وعملنا احلى ورق عنب زي ما انتوا شايفين بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنعمل دلوقتي محشي الكرنب مع الفرخة المحمرة زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ نسمي الله. مش هطول عليكم بقى. اول حاجة كده بنجيب معانا حلة على النار ضفت فيها شوية ملح، وهبدأ كده اني اقطع معايا الكرنباية. بنبقى شايلين معانا الورق الاخضر هنسلقه برضو بس في الاخر، وبيكون الورق مغسول. الورق الاخضر دوت لانه بيبقى على الوش وممكن يكون عليه شوية اتربة ولا حاجة. بعد كده بنقطع الراس بتاعة الكرنبة من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده الورق بيطلع معانا كده بكل سهولة بعد ما بنحددها كده من على الوش ونشيل معانا الراس دي. بنلاقي الورق طلع معانا بكل سهولة، ونبدأ ان احنا ناخده معانا
وننزل بيه معانا في المية تكون بتغلي عشان تبدأ تسوي معانا الورق بتاع الكرنب. احنا مش هنسويه خالص ولا ان احنا نهريه، عايزاكي تطلعيه كده متماسك. دي خطوة مهمة عشان وانتي بتيجي تلفي الورق يتلف معاكي بكل سهولة وما يتريش منك. انا بكمل بقى بقية سلق ورق الكرنب، وهبدأ كده اجهز معايا الشوربة بتاعة الفرخة. هبدأ اضيف لها بقى كده منكهات للشوربة، بصلاية، طماطمايه، ملح، فلفل اسود، وكل البهارات الموجودة عندك بقى. معايا الخطوة دي بقى هنا عشان اتبل معايا الفرخة. جبت عندي بصلاية صغيرة كده بشرتها، ضفت عليها ملح وفلفل اسود، بدأت اني ادعكها كده مع بعضها ونتبلها كويس كده زي ما انتوا شايفين عشان احشي بيها الفرخة. هنعمل فرخة محمرة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس هنديها نكهة جميلة كده من جوه الفرخة. زي ما انتوا شايفين كده معانا الفرخة مغسولة كويس جدا ومتنضفة. ابدأ بقى كده اني اضيف لها معايا بقى كده البصلايه اللي متبله بالملح والفلفل الاسود كلها كده من جميع الجناب، من جوه من تحت الجلد ومن جوه الفرخه. نفتح كده الجلد ونغلفها بالخلطه الجميله دي، بتدي معاكي تطعيمه حلوه قوي في طعم الفراخ، بتخلي اللحم كله كده متطعم، مش مجرد انها تبقى مسلوقه وخلاص. طعم البصلايه المتبل بالملح والفلفل الاسود بيحوش اي زفاره، لان معانا طبعا الفلفل الاسود معروف جدا بيشيل اي ريحه اي زفاره، وطبعا البصل برضو فهيدوا معاها تطعيمه مسكره كده على الجلد وعلى لحم الفرخ. كده غلفناها خلاص، قفلتها من الرجلين والميه عندي بدأت تغلي. ابدأ انزل معايا الفرخه كده عشان تتسلق معايا، نسيبها بقى كده تتسلق كويس جدا. وتعالوا نشوف مع بعض مقادير خلطة محشي الكرنب. معايا هنا برضو الخضرة 3 انواع، ومعايا العصير الطماطم، ومعايا الرز المصري مغسول ومتصفي، وبصلاية كبيرة. دي المكونات الأساسية بتاعت أي محشي. هنبدأ بعد كده نضيف البهارات خطوة خطوة مع بعض واحنا شغالين. المقادير زي ما قلت لكم، حابة تضاعفي الكمية زي ما تحبي. معايا هنا عصير الطماطم يكون تقيل، والرز مصري ومغسول ومتصفي. بسم الله، جبت عندي حلة كده على النار، بدأت نزلت معايا بالزيت، وننزل اول حاجة كده بالبصلاية تكون مفرومة. مش هتفرق نوع البصلاية اذا كان بتشتغلي بالبصل الابيض او البصل الاحمر، اهم حاجة انك تكوني فرماها. على فكرة بتفرق جدا لما بتكون مفرومة، بتنزل كده العصارة اللي فيها، فبتدي طعم حلو قوي في الخلطة، افضل من انك تكوني مخرطاها كده ومقطعاها مكعبات. بعد ما دبلت معانا زي ما انتم ملاحظين، نزلت على طول بعصير الطماطم التقيل، نزلت عليه على طول بمعلقة كده صغيرة من السكر، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل اسود وبابريكا. معايا كده نص معلقة من الكمون، ومعايا النعناع الناشف ببدأ افركه كده، بيدي تطعيمة حلوة قوي في المحشي وبالذات محشي الكرنب. وكمان الكزبرة الناشفة ومكعب من المرقة. بهارات طبعا بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. ولو حابة برضو زي ما قلتلك في بداية الفيديو، حابة تجيبي بهارات محشي عندك جاهزة مفيش مشكلة. لو حابة تضيفي بهارات عادية، هي دي برضو الموجودة في الخلطة اللي بنشتريها. بدأت خدت كده عندي من الخلطة اللي انا سبكتها على النار دي، شلت معايا كده حوالي نص كوباية من الخلطة دي وشلتها عندي على جنب. هقول لكم هنحتاجها في ايه دلوقتي. جبت كده اول حاجة بقى معايا الخضرة. بعد ما الصلصة بتاعتنا اتسبكت، ننزل معانا كده بالخضرة، نخليها هي في الاخر هي والرز، وبعد كده نطفي النار بقى خلاص عشان ريحة الخضرة تبقى موجودة معانا. الخضرة طبعا بتكون معاكي 3 حزم من الخضرة، بقدونس وكزبرة وشبت، دايما يبقوا موجودين معاكي في اي نوع محشي. نبدأ نقلبهم بقى كده وانا طافية خلاص البوتاجاز، لان خلاص اهم حاجة هي الصلصة اتسبكت وتمام كده. نبدأ نسيب الخلطة بقى كده تهدى معانا، طفينا البوتاجاز وقلبناها كويس،
تعالوا بقى بسم الله نبدأ نلف معانا ورق الكرنب. بتكوني مقطعة بقى الكرنب كده عندك، محبتش اطول عليكم في تقطيع الورق. طبعا كلنا عارفينه. بدأت كده خدت معايا ورق الكرنب ونبدأ نسمي الله ونلف معانا. بنبدأ نضيف معانا شوية كده من الرز ونلف معانا ورقة الكرنب حسب ما انت حابة. بتحبي صوابع المحشي تكون صغيرة او اكبر شوية زي ما تحبي، مفيش مشكلة. بنبدأ نلفهم كده ونرص معانا في الحلة بتاعة المحشي. انا مش عايزة اطول عليكم وهبدأ اكمل انا كده بسرعة زي ما انتوا شايفين كده، وهكمل الباقي. وهبدأ اوريكم دلوقتي نضيف معانا الشوربة ونص كوباية الصلصة اللي كنت قلت لكم ان انا شايلاها على جنب. دي هتدي معاكي لون جميل قوي للمحشي وهو بيستوي. بنغطي عليه بيطلع معانا بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، وبألف هنا وشفا. ونحمر معانا الفرخة اللي بدأنا نسلقها، وتقدمي احلى طبق محشي كرنب مع الفرخة المحمرة. احلى اكلة طبعا تدفي في الشتاء. وكده خلصنا تاني وصفة معانا وتاني نوع من المحاشي المصرية. عملنا اول نوع محشي ورق العنب وعملناه بخلطة بسيطة جدا، وعملنا محشي الكرنب مع الفرخة المحمرة. نسمي الله ونشوف مع بعض تالت نوع من انواع المحاشي المصرية. طبعا النوع دوت بيتعمل كده كله مع بعض كده، وبيبقى عملنا محشي مشكل. طبعا مكون من الفلفل والكوسة والبتنجان حسب ما تحبي نوع البتنجان بقى. انا جايبة معايا هنا البتنجان والكوسة والفلفل. هنعمل احلى محشي مشكل مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا في قناة اكلات مصرية مع ام عبد الرحمن. لو حابة انك تعملي الثلاث انواع دول النهاردة مع بعض بثلاث انواع المحشي اللي عملناهم النهاردة، ورق العنب او الكرنب او البتنجان والكوسة والفلفل، طبعا هتبقى فكرة جميلة جدا وعزومة كبيرة تشرفك. لو حابة تعملي صنف صنف منهم طبعا هيبقى جميل جدا وتسلم ايدك. تعالي نشوف بقى دلوقتي مقادير المحشي. معانا هنا مقادير محشي البتنجان والكوسة والفلفل. بسم الله. اول حاجة معايا كده عصير الطماطم، اهم خطوة انه يكون تقيل معاكي عشان يدي لون حلو. معانا الخضرة 3 انواع، ومعايا البهارات هقول لكم عليها دلوقتي ودي خلطة سرية. ومعايا البصل والرز. هنشوف بقى المكونات كده واحدة واحدة. الخلطة دي انا حاطة معايا بصلاية مفرومة ناعم جدا، ومعلقتين من الهريسة، ومعايا نعناع مفروم. ودي الخلطة الجميلة جدا اللي هنبدأ نضيفها معانا على الخلطة بتاعة المحشي. تعالوا بقى نشوف البهارات. معايا ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وقرفة. دي مكونات حلوة قوي هتدي معاكي تطعيمة حلوة جدا في المحشي. الخضرة طبعا بتبقى 3 انواع. نروح للرز، رز مصري ابيض مغسول ومتصفي. معايا بصلاية كبيرة. معايا هنا عصير الطماطم التقيل. يلا نسمي الله بقى وندخل كده في تحضير اول حاجة. معايا كده ضفت الزيت وعليه مكعب من الزبدة، معلقة كده من الزبدة البلدي. وهبدأ انزل معايا كده بالبصل. البصل مفروم مكعبات صغيرة. نبدأ كده ندبل معانا البصل. البصلاية دي بصلاية كبيرة، بصلاية كبيرة عشان تدي معانا تطعيمة حلوة. زي ما انتوا شايفين كده خلاص بدأت تدخل معايا في التسوية. انزل كده بالخلطة اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي اللي كان فيها هريسة ونعناع وبصلاية مفرومة. شايفين لونها بقى جميل ازاي، وكمان ريحتها ادت ريحة جميلة جدا معايا. شمينا ريحة المحشي من دلوقتي قبل ما نضيف الخلطة ولا نسويه ولا اي حاجة. نزلنا بقى بعصير الطماطم وهنقلبه كده ونسيبها تغلي على النار عشان تتسبك. اهم حاجة تسبيك الطماطم. نبدأ كده انزل بنص معلقة كده صغيرة من السكر. وبعدين هنبدأ ننزل بالتوابل زي ما انتوا شايفين كده. توابل بسيطة جدا لأي نوع من المحاشي. ونقلب كده شوية.
وهنسيبها برضو لغاية ما تتسبك، لان احنا لسه كده في البداية ما تسبكتش معانا. وهبدأ انزل معايا بالرز. خلاص كده تمام، اتسبكت ولونها بقى جميل جدا وريحتها كمان من الخلطة اللي احنا ضايفينها. ننزل على طول بقى الرز طبعا وبعده الخضرة، عشان زي ما قلت لكم برضو ريحة الخضرة وطعمها يفضل موجود معانا. نطفي بقى كده البوتاجاز ونبدأ نقلب الخلطة الجميلة بتاعتنا دي. وبعد كده نسمي الله ونجيب معانا انواع المحاشي كده مغسولة ومتنضفة، ومقورين معانا البتنجان حسب ما تحبي تختاريه، البتنجان الابيض او خد الجميل زي ما بيقولوا، او البتنجان الاسود زي ما تحبي. شايفين الكوسة منضفاها ازاي وعامله لها شكل كده معايا، والفلفل برضو غاسلينه ومنضفينه. معايا الخضار كده اهو جاهز تمام، والخلطة بتاعتنا اهي بدأت كمان تهدى كده وتبرد شوية. ريحتها جميلة جدا، جربي الطريقة دي هتعجبك. جبت معايا الحلة كده اللي هبدأ اضيف معايا فيها المحشي. ضفت لها في القاع كده بصل وطماطم شرايح. اي نوع محشي بتضيفي له الخلطة دي بيدي طعم حلو قوي. نسمي الله وابدأ كده احشي معايا انواع المحشي كلها كده. وعايزة اقولك كده على خطوة برضو مهمة. واحنا كده بنبدأ نحشي معانا البتنجان. انك وانت بتجيبي البتنجان او الكوسة او الفلفل كمان برضو تختاري الحجم بتاعهم يكونوا نفس مقاس بعض. يعني اخترتي الحجم الكبير وانت بتشتري، تخلي كل الكمية اللي هتشتريها زي بعضها. بتفرق جدا على فكرة في التقديم. بتبقى الطبق بتاعك منسق وجميل وانت بتقدميه قدام ضيوفك. هنا بقول لكم ان بسيب كده حوالي عقلة صباع من حباية البتنجان، عشان احنا عارفين ان الرز لما بيستوي بيتضاعف حجمه، فما يطلعش معاكي بره وهو بيستوي. جبت برضو معايا حباية الكوسة وببدأ اني احشيها بنفس الخطوات كده. الكوسة طبعا بتبدأي تخبطي عليها كده شوية على ايدك عشان الرز يبدأ يدخل معاكي لجوه. وبرضو بنفس الطريقة بتسيبي حوالي عقلة صباع صغيرة كده عشان لما يستوي معاكي الرز ما يطلعش بره الحلة. نبدأ برضو انا بعمل بس معاكم من كل نوع كده واحدة. عملنا واحدة من البتنجان وبعدين الكوسة ودلوقتي الفلفل، وهبدأ اخلص انا بقى الكمية كلها كده عشان ما اطولش عليكم زي كل مرة. وارجع لكم في الاخر واحنا بنكمل. حبيت بس اوريكم طريقة رص المحشي معانا في الحلة، وقوليلي انت ايه رأيك وبتعمليه ازاي وانت بترصيه في الحلة. مش هتفرق على فكرة ان احنا نرصه بالعرض كده او بالطول، بس يعني بيدي معاكي شكل كده. وعشان احنا بقى بنصور وكده فخلصت الكمية، وقوليلي ايه رأيك بترصي عندك المحشي ازاي في الحلة. نبدأ كده بقى نروح لمرحلة التسوية. جبت معايا الشوربة وهبدأ أنزل بيها كده معايا على المحشي بتاعنا كله ونسيبه لغاية لما يستوي ويطلع معانا بالشكل الجميل ده، ونقدمه بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وشوفوا الخطوة اللي كنت بقول لكم عليها، مقاس وحجم المحشي وانتي بتشتريه، شايفين هو ازاي متناسق مع بعضه، وكل حجم المكونات اللي موجودة معايا مقارب جدا لبعضه، فبيدي معاكي شكل حلو في التقديم زي كده. قدميه على السفرة لضيوفك وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. هيشرفك جدا في العزومات لو مشيتي معايا على الخطوات والمقادير اللي قدامكم دي. هتعملي احلى محاشي من ايدك. عملنا مع بعض النهاردة 3 انواع محاشي مصرية مشهورة جدا في مصر، وبنعملها دايما في ايام الشتاء. عملنا محشي ورق العنب ومحشي الكرنب وقدمناه مع فرخة محمرة، وعملنا المحاشي المشكلة بتنجان وكوسة وفلفل. وكمان خلصنا كده الفيديو بتاعنا النهاردة. عملنا أنواع المحاشي المشكلة في قناة أكلات مصرية مع أم عبد الرحمن. ولو انت أول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. ولغاية هنا الفيديو بتاعنا خلص. أقابلكم تاني في فيديو جديد إن شاء الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.